مامي جميلة بعتت بتسأل لبنوتتها، بتقول ان بنوتتها زهقت خلاص من العلاجات بتاعة الإكزيما ومش عايزة تحط اي حاجة خالص. بالرغم ان هي جابت لها حاجات كتيرة قوي، لكن البنوتة دلوقتي بقت تستخدم مستحضرات تجميل بسيطة علشان تداري بيها الإكزيما. وطبعا البنوتة دي عايزة تتعامل زي البنات عادي، ان هي مش قادرة تتقبل ان جسمها او جلدها ان هو عندها مشكلة الإكزيما يعني. بس الام دايما بتحاول تفهمها ان ممكن يكون الحاجات دي بتزود الإكزيما، لكن البنوتة زهقت ومقطعة جسمها هرش. فهي الام بعتة بتقول هل دي إكزيما تأتبية ولا مناعة اصلا، وعشان عندها الحكاية دي من وهي صغيرة، وهل في تحاليل تعملها ولا لا. طيب خليني انا هرد عليكي في سلسلة فيديوهات كده تابعيها، علشان الموضوع دوت ممكن يكون يهم بنات وامهات كتيرة جدا بيسألوا لبناتهم او اولادهم في الاعمار المختلفة، او ليهم هم نفسهم يعني. انا حاسة جدا بتعبك وبتعب بنوتك، وزي ما انتي قلتي البنت مش بس ان جسمها موجوع، لكن هي كمان زهقت، وده اللي بيوجعها وبيكون مؤلم اكتر كمان. في بنات كتيرة في سنها بيحاولوا ان هم يداروا الإكزيما بالمكياج او باللبس، او حتى ان هم ما يقولوش لباباهم او لمامتهم، علشان يعني ده بيبقى مأثر قوي على نفسيتهم، وده طبيعي جدا علشان هي مش فاهمة ليه جسمها بيعاندها وعايزة تبقى زي باقي البنات. الإكزيما انواع كتيرة جدا وليها اكتر من سبب. إكزيما تأتبية دي بتكون غالبا وراثية او منذ الطفولة، او ضعف مناعة بيظهر على الجلد، واوقات كتيرة الضغط النفسي بيظهر في صورة حكة وجروح على الجلد. التحاليل احيانا بتساعدنا ان احنا نشخص ونتأكد من الحساسية او من الإكزيما، وخصوصا لو كانت غير مستجيبة للعلاج العادي. وكمان لو في نقص فيتامينز معينة بيساعد ان الاعراض بتاعة الإكزيما تكون اكتر وواضحة اكتر بزيادة. لكن خلينا نقول ان الاهم هو طريقة الحياة نفسها او اللايف ستايل، والاهتمام اليومي البسيط بجلدنا عن طريق روتين ترطيب ثابت، وتقليل اي حاجة ممكن نحطها على جلدنا وتسبب تهيج الجلد، زي بارفانات، مكياجات تجارية، او كريمات معطرة، او حتى الكحول بتاع تطهير اليدين. نزود من الاكلات المضادة للالتهاب، ودعم نفسي حقيقي من اللي حوالينا، ده مهم جدا لينا. تابعيني، انا ان شاء الله ناوية اعمل ازاي ان احنا نقدر نتعامل مع الإكزيما، وخصوصا للبنات اللي زي بنوتة حضرتك، وخليها تعرف ان هي مش لوحدها وجسمها مش عدوها، هي بس محتاجة ان هي تسمعه ويسمعها.